ورحمة الله وبركاته يا شباب. طبعا لنا معنا شخصية غنية عن التعريف، إنسان البرسم والبهجة، الابتسامة السودانية، الابتسامة فوق وشه كده. من ولده زول ولده كده شفته بضحك، بس شفته من تشوفه كده تضحك براك. والله لازم أنا مستمتع جامد. والله كل النبلة يا خلينا أخونا غني عن التعريف. تسلم كثير يا أخي على اللقاء يا أخي، تسلم كثير يا أخي حبيبي والله كل الحب. والله ليش اخواني يا أخي، ليش شرف إني أكون معك يا أخوي الغالي. أنا كمان والله كل الحب. انا سويسرا طبعا انت ما جنجاي، الناس ما يشوفوا زول يقول جنجاي برو ماكس، يعني كلنا جنجو عاديين، زول ما يشوفوا كده الشخصيه دي. الناس ما في زول جنجاي برو ماكس هنا يا شباب. انت انا سويسرا انت يعني في مشروعك للهجره حاجه حصلت لك انك يعني ما بتنسى مده حياتك، ما بتنسى انك انت مهاجر ومقاتل لهدفك انك دار تصل لاوروبا. الحاجه دي ما في زول جنجاي معانا، في ناس تلقاها عانت، في ناس ما عانت، في ناس المهم اي زول عنده شنو تجربه تختلف من الشخص الثاني. انا داري شفت تجربتك انت كده يا اخوي، حاجه كده حصل يعني ما بتنساها. والله أنا أصلا مشروع الهجرة ده كلها كده ما بتنسي، وكلها يعني فيها أحداث ظابطة وما ظابطة وكل شيء، لكن أنا صراحة كده يعني ما عانيت الحمد لله، ما عانيت. ما عانيت. يعني أنا في التركينة عملت يومين فقط. هاي في دفعة قبل كده قعدوا أكثر من 6 شهور، لكن أنا جيت عملت يومين وطلعنا غايته عملنا 11 ساعة. يومين فقط. يومين في التركينة، يومين في التركينة يومين. يعني ما أكلت الخبزة بجبنة ولا نهاية ما لقيت نهاية والدين دايل لك والله الحمد لله الحمد لله ربنا دايل لك ربنا يحفظهم يا أخي. ومثل اللي تعملها دي نكتت عليك والله يا أخي في بتاع الدكان داير مني باقي، أنا كان عزيته أكثر من الباقي اللي هو داير مني، عشان كده ده عليه دعوة ديستيز برضه يعني ما بنساو. تحياتي لك يا أخي يا دي ماكس، تحياتي لك. هاي وبعدين حصل شنو؟ وبعد ذاك شنو يعني مشينا 11 ساعة في الموية. 11 ساعة في المويه 11 ساعة 11 ساعة. والله انا كنت قاعد في القنبه في الداخل، يعني ما كنت في الطرف، ما كنت خايف وما عارف ذاته الحاصل شنو في حوالين البحر، ما شفته. انا منه خلاص ساعه واحده فقط عشان ينقذونا. يا هو كان في ود عمي نزل لي، هو قاعد في الطرف بتاع القمه، يا هو نزل انا كمان قعدت هناك. يا هو شفت انه السماء والارض كل واحد. قلت يا ناس ده شنو ده، يعني احنا ماشيين وين وجايين وين؟ قلت الشمس بغرب وين يا اخي، ما شايفين اي حاجه، ما شايفين اي حاجه. خلاص يا هو انقذونا. فبعد ذاك يا هو عملنا لحظه الفرحه كده كيف لما انقذونا؟ والله لحظه كده يا اخي ما بتنسي، نهائي ما بتنسي لحظه يا اخي. انا ما قادر اوصف لك ذاته، كلمات ذاته صعب انه اقولها في الميكروفون بتاعك ده والله لازم. فيلا شنو يعني احنا بعد دخلنا جوا يا اخي الدلاليك، شفت ادونا دلاليك ده، شفت الدقين كوانا دار سلام، ده خبره في الدلوكه. معلش بس يا صاحبي دربوكه دي دربوكه دربوكه عارفين دربوكه ما دلوكه. لا فيلا شنو جا هو يا زول، رقصنا حتفنا ودعدع وكل شيء يا زول. قلنا الحمد لله. عملنا 15 يوم في السفينة، جابونا في القيفة بتاع إيطاليا بس حايمين. لا ناس فرنسا دايريننا، لا ناس إيطاليا دايريننا، يا ناس نحن تاني منو؟ وقالوا ناس ليبيا دايريننا، يا ناس استغفر الله صلى الله عليه وسلم. يا خوفونا ذاته قالوا يرجونا وما عرف كيف كان تكني يا زول. المهم بعد هناك بعد 15 يوم ده الحجر الصحي طبعا، هو قال لنا تفضلوا خشوا إيطاليا. خشينا في محل ده اسمه منو يا ربي، كان بمريم. والله الله انا ذاته الاسم ذات طلع من بالي يا اخي. لكن قعدنا في الكام ده يومين فقط وانا طلعت. يعني كان على حسب ناس، لا عندنا تلفونات لا بنعرف الاتجاه وين، بس يا هو ماشيين. كان انا معي 3 نفر ولا 4 نفر كده ماشيين في الطريق، وبنسأل بس اسمع محطة بتاع القطار وين، يقول لنا قدام، بس قدام. انا ماشيين 3 ساعات بالكورين. بعد ذاك وصلنا، ومن هناك يا اخي انا نفسي قطع، يعني نشرب مويه شويه. نفسك قطع هنا ولا هناك؟ هذول الناس ما اتذكر هناك والله. نبلع الريق انت عايش الواقع جد والله. وبعد ذاك شنو؟ يعني التعب تيبته الا 3 ساعات بتاع الكورين ده. 3 ساعات ايوه. بعد وصلنا المحطة، القصة هنا
جينا لقينا 5 نفر ولا 6 نفر قاعدين في الخيم. وصلنا المحطة بتاع القطار، جينا سألناهم قلنا لهم يا أخي هل إحنا دايرين محطة بتاع القطار ده بقوم الساعة كم ودايرين ناكل. طبعا أنا بحب الأكل شديد جدا جدا، وكنت مهوي يا أخي. ناس ديل شنو جابوا عصيدة كده بريكة الزون لك جامد. يلا خلصنا بمسا قال لنا الصباح بدري الساعة 6 صباحا القطار بيقوم، انتوا لازم 6 صباحا ده تكونوا في محطة بتاع القطار. ننام خلاص قدام. بعد شوية في واحد الصحابي معي خشينا زول ادونا اي زول قال لنا امشي بيتو في الخيمة ده في الخيمة ده في الخيمة ده. اخذنا راحتنا يا اخي. انا مدبل قريب 6 بطاطين برد بتاع ايطاليا داك انت ما عارفه في الطريق داك. بعد شوية شنو يا زول الصباح جات مشيت للان الزول اللي نمت تمام في الغيمه. اخ قلت له اسمع شنو يا اخويا يعني احنا ما لحمنا واحد وتمنا واحد وكده كده يجيب حاجه بتاع 2 يورو 3 يورو كده نمشيوها في الطريق. قام رطن يا زول بكلام كده ما اعرف ذاته زهل كده يا زول. انا ذاته ذاته لغه ذاته قاعد يتكلم ما اعرفه. خلاص يا زول قام شال يورو من هنا يورو من هنا قام شنو اداني زي 5 يورو قال لي انت وصاحبك داك سمو تو خلاص جامد. يا هو اول قطار لما جاء قدرنا ندخل اتوزينا كنا يعني قال لنا شنو انتوا لازم ادونا تكتيكات. قال لنا في القطار ده انتوا كده 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 في لحظه انه الكنترول جا مره واحد يخش جوا الحمام وواحد يخش تيت عشان ما تقعدوا في حته واحد، عشان واحد لو مسكوه نزل عادي واحد يكون مواصل يعني ما شغل بتاع خساسه داك. فبعد شويه شنو يعني وصلنا. انا ما اعرف المدينه اللي وصلنا وين، بس لقيت كميه من الناس كميه من الناس اللي هو من الكام بتاعنا ذاته طالعين. مهم مشينا حكايه 10 نفر ركبنا في القطار برضه. في ناس بينزلوهم في ناس يعني انت ذات بكون ممكن جيت مريت بنفس الطريق ده يعني اللي بينزلوه بمشي تاني كده يعني لغايه ما شنو انا عملت يومين عشان نجي روما. في يومين ده انا قبلي في مدينه اسمها نابولي. ايوه نابولي وصلنا معي واحد 3 نفر. 3 نفر ديل طبعا هم ممكن هسي لو قاعدين يشاهدوني يعني انا نسيت شخصياتهم تمام يعني اسمائهم نسيتهم لكن الشخصيه عارفهم. يعني هم بيشربوا سيجاره انا ما قاعد اشرب طوال يا زول. انا بس بحب الاكل. قلت لهم يا اخي وراحكم هنا ما عندنا قروش نخش المطاعم ده مطعم نقول له يا اخي راح ادينا ناكل انا هنا جعانين. بالانجليزي هو بيقولوا شنو I am hungry صح يا مانجري صح؟ يا هانجري ولا هانجري ولا هانجري ذات زمن ذاك ذات نكت يا زول الانجليزي من ما في. يا هم خجلانين. قلت لهم خلاص اقعدوا في القار ده انا بمشي بجي. مشيت يا زول مطعم يا اخي اسمع كده جيب طقه يا صاحبي. انا والله مهوي وانا سوداني جاي مقطوع ما عندي اي حاجه هسه بس شنو اديني اي شنو جوهم. الفي بديني ورق بتاع دجاجه وفي بدين رز وما عندك دجاجه يا صاحبي وشو في بدين شريحه بتاع بيتزا. انا شنو طقيت بنفسي شويه كده بعد ذاك جبت لي السهباني ده. عملت فيهم غاينه يا زول. هم زادوا لكن استمتوا يعني شبوا. بعد ذاك اتحركنا لغايه وتفارقنا خلاص منا قربنا لروما كده تفارقنا. انا انت عارف يا ياباني يعني ليه زمن اصل روما يا اخي مالي شكاره بتاع اكل ده كله بس شهده بس اي زول نلقى شفت المشرد في الشارع نقول له يا اقسم لي حقك ده معك ما تخجل نهائي خجل ما في. ويا جنقو ما تخجلوا والله يا شكرا انا جيان وما اعرف دخل لي اكسر هناكو دق بس فيا زول شنو الكيس اللي انا شايله ده قلت لك يا ياباني انا لو خشيت بوديني شفت له كالي بقعدني 5 شهور ولا 6 شهور وتاني نمشي ذاتي يوكي وبقعدني في الفندق ممكن 2 3 شهور شغل اكل كميه زول بقروشك ما تشتري بعدها هو وصلنا روما ومن روما بعد الفاصل نرجع لكم ناخذ نفس والله ناخذ نفس. وبعد ذاك لما جينا روما في منظمه كده قايتوا جاسوا لنا كده قطعوا لنا تذكره لجنفا. جينا جنفا وجينا فانتيميليا برضه هناك معي نفرين كده انه حاولنا بالقطارات كده ما قدرنا ندخل فرنسا. يا هو حاولنا بالقرآن يا هو بتاعنا بمسكونا برجونا يسجنونا وكيف انت ما عارف الاوك هناك
كده شغل كلب شو قاعد ساعة 4 ساعات 5 ساعات تاني فكوك بالضبط بس كده ايوه ايوه عانينا لكن برضه انا عانيت في الحته ده يعني انت ورا هناك ما عانيت لكن جيت اوروبا جوا عشان ادخل فرنسا ده بس انا عانيت هناك معانا لكن في اوروبا عانيت في اوروبا عانيت ايوه يا هو يعني انا انسجنت ممكن 3 ولا 4 مرات ده في ورا ايوه ورا مع الايطاليين بغادي ايوه بعد ذاك شنو اخر محاوله في نفرين معي وطلعنا خشينا في بالغابه قلنا الليله دي ندخل بالغابه قطار حاولناه وما قدرنا خشينا بالغابه مشينا ممكن حكايه 6 ساعات ولا 7 ساعات في شفت الجبال بين ايطاليا ونيس ايوه الجبال دي لك الجبال دي. بس انا هنا جبال دي يعني خشينا بجبلين طلعنا كده نتينام فتينام كده تك 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 وانا في موقف في الجبل ده برضه حصل ما بنساه واحد صاحبي خواف شديد انا ما اقدر اذكر اسمه برضه هو بكون نسى ذات مرات وانا ماشيين محل مظلم يا زول شنو قام لك ود كده محروق ولا شنو ما اعرف قال وين الشغل ده مرفين يا زول قال يا زول انا والله ما بمشي قدام انا كنا ثلاثه قلت له ماي والله انا ذات شنو انا مشيت قدام كثير انتوا قاعدين تتابعوني ولا قلت له واحد ثاني قدم شال الحجر قجر ده كلنا شنو هجار يا زول متوكلين ماشيين وجينا لقيناه حطب محروق والله يا اخي والله يا باني والله هو ده كان ماري ذاته يا اخي صعب مره يا مرة يعني اي زول كان خجل من اخو ذاته من هناك هاك اشرب المويه اشرب المويه من هناك يا هو خلاص قدرنا انه ندخل نمر بالجبال ده خشينا نيس 6 صباحا ايوه خشينا نيس 6 صباحا كان الناس كلها نايمه جينا محطة القطار في واحد تونسي كده قال لنا انتوا الثلاثة ديل قال لنا اي واحد يمشي براهم قلنا له ليه؟ قال لانه انتوا لما انا كان لابسين لبس موحد قال لنا لما اللبس بتاعكم ده ممكن يمسكوكم تاني يرجعوكم في انتميليا ايوه قلنا كلام جميل يا هو تفارقنا ما تلاقينا الا في مارسيليا انا في مارسيليا لما لقيت صاحبي الخواف ده عملت نفسي ما بعرفه عميان عمي دري ما شايف اي شيء مشيت بغادي ال 2 يورو في ايطاليا هناك داك ما مصبنه مشيت يا زول قلت شنو انا داير اجي باريس ده لازم قال لي شنو تكون زول كده انه يعني سان لبيس شويه كده وتكون هاي كلاس كده شويه خلاص اشتريت مشروب كولا اشتريت من محطه بتاع قطار ومن هناك شنو طلعت جيت بق جيت خشيت في سكه بتاع قطار وخشيت القطار بعد ما خلاص ما نزلوني طبعا من مارسيليا لباريس ما نزلوني لغايه ما وصلت باريس هذول الناس كلهم نزلوا من في جاردليون الناس كلهم نزلوا انا ما نزلت الكنترول جات قالت لي يا مسيو نو اغيفون اباخي تو شنو اتكلمنا قال لي بالانجليزي ولا اسباني ولا شنو ما اعرف قال لي يا اخي هنا وصلنا باريس طلعت كده يا زول انا قلت يا زول ممكن داري ينزلني في محطه ثانيه جيت كده قلت له طلعت بباسمي كده قلت وين برج ايفل قال مسيو قال انت ما في قال ده جاردليون قال هنا قال هنا برج ايفل ده قال محل ثاني جنبه كلهم بعرفوا برج ايفل بس جاي لذاك بس يا هو من هناك يا هو طبعا جيت باريس والتقيت بود عمتي الحمد لله استضافني والحمد لله يعني ده كله قصه يعني يا سلام كله وانا ذات ما قدرت اشرح لك كثير اي والله دي حاجه لانه كنت محوي كده ناس بتوك وبجيك جدا والله يا شباب دي حاجه خفيفه من اخونا رزوستا كل الحب والاحترام له وزول انسان كوميدي وانسان ما شاء الله يعني برسم البهجه في الشعب السوداني عشان كده زول معانا عرفتها دعوه الوالدين الناس دي قاعد تقدم حاجه زول ما شاء الله والله كل الحب لكم ان شاء الله نلتقي مع شخص ثاني تقريبا شخص اخر بتختلف تماما من الشخص الثاني وتشاو خلوهم